انا غايبه عنكم كتير انا عارفه. بس قلت ما ينفعش يوم الست العذراء يجي من غير ما اعمل لكم فطير العذراء. بصوا العجينه قوامها عامل ازاي، تجنن، رهيبه. انا العجينه دي معتمداها بقالي سنين مغيرتهاش ابدا، سهله وتحفه. تعالى اقول لكم انا عملته ازاي. اول حاجه علشان اجرب الخميره الفوريه وما جازفش بالعجينه، جبت باكل خميره، حطيت معاه معلقه سكر كبيره وشويه ميه دافيين. هقلبهم واشيلهم على جنب لحد ما اتاكد ان الخميره دي شغاله. انا هعمل ده كله كيلو دقيق. كيلو دقيق عليه كوبايه الا ربع سكر، عليه باكيت فانيليا، باكو بيكنج باودر، وكوبايه زيت او كوبايه الا ربع زيت. ممكن تقللوا زيت لحد نص كوبايه، بس انا بحط كوبايه الا ربع. وعندي كمان ربع معلقه ملح صغيره. انا بحط الزيت والسكر ورشه الملح والفانيليا مع الدقيق، وزي ما اقول كده ايه ببسهم بقلبهم كده مع بعض شويه. هنا كمان بصوا، انا بوريكم ان دي عامله شبه الرمله المبلوله شويه. بعدين اتاكدت ان الخميره بتاعتي شغاله، هضيفها بقى على العجينه. بصوا زي كده بالظبط. بعدين هجيب بقى الميه الدافيه، وفي نفس الكوبايه اللي انا حطيت فيها الخميره هزود الميه واحده واحده. انا الاول حطيت كوبايه ميه، وجبت كوبايه ميه جنبي وهزودها شويه شويه. ما تحطوش الميه مره واحده علشان العجينه ما تطرش منكم قوي. انا هنا عايزه عجينه طريه، زي ما تبقى عامله شبه اللبانه شويه، مش عايزه عجينه ناشفه خالص. لو حسيتوا ان العجينه ناشفه في ايدكم زودوها شويه ميه. بصوا هنا العجينه طريه ازاي في ايدي. طبعا مش هوصيكوا اعجنوا فيها لمده 10 دقايق، كل ما تعجنوها كل ما الفطير معاكم في الاخر هيطلع احلى واطرى. انا هنا بقى هرشم عليها الصليب وهسيبها على جنب لحد ما تخمر. اخدت تقريبا ساعه، سبتها تخمر براحتها خالص. بصوا بقى العجينه عامله ازاي بعد ما خمرت. اخدت وقت في الخمران بتاعها، فهتديكوا احلى نتيجه، تحفه ولا غلطه. هجيب بقى الصواني بتاعتي وكمان هدهن ايدي زيت، وهجيب بقى صواني كمان مدهونه زيت وهجهزها. وهعمل العجينه دي على شكل قرص صغيره، الحجم اللي انتوا عايزينه. ممكن في ناس بتعملها على الميزان عشان تبقى كلها مقاس واحد، انا هنا عملتها بالبركه. هنا بقى هقطع العجينه كور صغيره وهلمها كده جوه بعض زي ما انتوا شايفين، وهحطها في الصينيه. بصوا انا حسيت ان هي هنا مش متظبطه، طولوا بالكم وظبطوها وحطوها في الصينيه عشان في الاخر ما تطلعش مبسطمه او تطلع شكلها مش حلو. عملتها كده، هي سهله جدا خلاص. يعني احنا الحته الصبغه بتاعت العجينه خلصناها. بوريكم هنا واحده تانية، بقطعها بقى كلها كور صغيره وفي الاخر خالص بروح مبططاها كده، مش من الاول. وبكون مجهزه الفرن على اعلى درجه حراره، تحت بس اللي شغال. لو في مروحه شغاله ياخد الفرن تقريبا من 10 ل 13 دقيقه. لو حسيتوا ان هي عدت الوقت ده وما احمرتش من فوق، شغلوا عليها الشوايه شويه وطلعوها، لكن ما تسيبوهاش فتره اطول من كده هتنشف منكم. بصوا طريه طراوه رهيبه، ريحتها قلبت الدنيا. باكت الفانيليا ده بيخلي ريحتها رهيبه، مش بيخليها ريحتها مسكره، لا بالعكس. بجد تحفه. جربوا الطريقه بتاعتي دي والف هنا وشفا.